السلام عليكم، كالعادة معكم عبد الله ولد الغزال في حلقة جديدة من يوميات البال مع ضيف جديد ألا وهو السي محمد أسامة حجيرة. السلام عليكم أستاذي. عليكم السلام سي عبد الله، الله يحفظك، الله يطول عمرك. فرصه سعيده هذه ونهار كبير بالصدق، صح يحصل لي الشرف نكون ضيف من الضيوف ديالكم وديال الجامعه بالخصوص. مرحبا بك السي أسامة. كما تنعرفوا جميع ما شاء الله كبرتي في الفئة السنية ديال الماس ودرتي سمية في الماس ومن بعد لعبتي في عدة فرق وطنية. عرفنا براسك. حجيره محمد لاعب المغرب الفاسي ولاعب المنتخب الوطني، كيحصل لي الشرف انه كنحمل القميص ديال هذا الفريق المغرب الفاسي اللي فريق كبير. الحمد لله حملت القميص ديال عده فرق وطنيه، ترعرعت وكبرت في فريق المغرب الفاسي من الميني باسكيت، مينيم، كادي، جونيور، الحمد لله سينيور. درت واحد الباركور اللي هو الحمد لله متواضع، ماشي كبير وماشي صغير. الحمد لله استطعنا بالعمل الجاد وبالاخلاق، يعني الرياضه ضروري خص تكون الاخلاق تتوازي الرياضه باش تكون في المستوى. الحمد لله درنا ان باركور اللي الحمد لله يحمد عليه. وكذلك حتى مع يعني في ليكيب ناسيونال، يعني بديت من المينيم، شاركت معهم زعما في جميع التظاهرات اللي كانت اول تجربه ديالي انترناسيونال عام 1997. الحمد لله دوزنا محافل كبيره ودوزنا الحمد لله اوقات مزيانه اللي بقات في الذكرى ديال كره السله الوطنيه. شنو هو الحدث البارز أو أكثر حدث بارز مريتي فيه او ولا مر في المسيره ديالكم مع المنتخب؟ مع المنتخب شاركت في جوج كؤوس افريقيه، وبطبيعه الحال لا جينيراسيون ديالنا بصراحه في ذاك ليبوك ما كانوش امكانيات بزاف وما كناش يعني تنتصدروا المراتب في الافريقيا. مي دازوا محافل ودازوا بطولات عربيه ومحافل دوليه زعما اللي برزنا فيهم بشكل مزيان. كاين بزاف، كاين واحد النهائي ديال البطوله العربيه اللي تجرى في السعوديه ما بيننا وبين المنتخب الجزائري، وكانوا كاينين بزاف. يعني الوقت ما غاديش يساعدنا باش نذكروا كل شيء، مي الحمد لله خلينا واحد ليماج اللي هي زوينه الحمد لله. الحمد لله. كما تنعرفوا السي أسامة حجيرة، العام اللي فات اعتزلتوا ميدان كرة السلة ولكن ما بعدتوش منه، رجعتوا بواحد لاكاديمي الا وهي لاكاديمي حجيرة، وعندكم واحد البريزونس ميدياتيك ما شاء الله محترم، وحتى لي زينيسياتيف اللي كديروا بارلون لي كامب، بارلون تورنوا 3 3 بحال كانت فاس مؤخرا، وبارلون تاع لاكاديمي حتى هما. عاود لنا شويه على لاكاديمي وكيفاش جات الفكره. جات الفكره، يعني انا طونك جوور حسيت براسي عندي القدره على انه نمشي لميدان التدريب. يعني هذه ماشي واحد الكفاءه او واحد البوتونسيال ما يمكنلوش يتعطى لكل شيء، انت كتشوف الموهبه ديالك فين. يعني طونك جوور من قربت نسالي بديت نفكر شنو خصني ندير، توجهت للتدريب. جي ان ديبلوم يا كوتش كي كتبدا كي نورمال الدراري صغار. جي بخي لو بروميير دوغري فيبا، جو لي بخي. دوماج كي كانوا دورات تكوينيه باش نحصل على الشهاده الثانيه، مي كنت عندي اونغاجمون مع دي زيكيب، جو بو با مابسونتي بحال دابا اون سومين ولا دي جور بوغ الي الفورماسيون. بون من ساليت العام اللي فات اعتزلت فريق المغرب الفاسي، فكرت على انه ندير واحد شي حاجه اللي نفيد بها كره السله الوطنيه، والتجربات ديالي اللي خديتها تقريبا واحد 30 سنه نعطيها للشباب القادم. فكرت انه ندير واحد لاكاديمي. حاليا درت 4 لي كامب، ودرت يعني كنحاولوا في كل عطله نديروا كامب. درت كامب الاول في الجامعه الخاصه مشكوره، هي اللي استضافتني اول مره، ومن بعدها جات الفكره على انه ندير واحد الكولابوراسيون مع الكلوب او سي ام اللي حاليا كنشتغل معاهم كمدرب للفئات الشبان والفئات الكبار، مدرب معاهم في نفس الوقت كنديروا لي كامب. وبروشينمون ان شاء الله كاين ان كامب في العطله هذه اللي بيانتو لولاندي ان شاء الله، في 5 ايام 4 نويتي ان شاء الله. حنا كان كيجيو الناس كيتقيدوا معنا، كيمشيو باللونجمون بالنوريتور، يعني بكل شيء. الوليدات كيجيو كيستافدوا معنا يعني من واحد البرنامج ديال كره السله مهيأ ومونكادغي معايا انا ومعايا واحد 2 ولا 3 كوتش اللي تيكونوا حاضرين. خلاص بين قوسين فكرت على انه درت واحد التورنوا رمضانيه في خلال شهر رمضان، يعني اللي انا براسي ما كنتش نتصور على انه غتلقى بواحد الترحاب كبير. الحمد لله نال الاعجاب، والفكره نالت الاعجاب لا الناس المسؤولين ديال مدينه فاس
تنشكرهم في هذا المنبر اللي السيد العمده ولا السيد الناس اللي في الجماعه ولا هذو اللي يعني رحبوا بالفكره وعطاوني المجال، فتحوا لي المجال على انه نزول ذاك الانشطه ديالي تما. الناس مشكورين، السلطه، الامن والناس هما مشكورين يعني بصراحه. حتى الناس اللي جاو حجوا تفرجوا بواحد الطريقه يعني رياضيه سلميه، دازت الامور مزيان. اللاعبين مشكورين حتى هما اللي جاو، الضيوف اللي جاو، قدماء المغرب الفاسي اللي جاو، للناس اللي حجوا بدعوه او بدون دعوه جاو يشوفوا الحدث. يعني صراحه داز بجوج. كانت هذيك اول دوره وما تكونش ان شاء الله التاليه. تنفكروا في ان شاء الله في الصيف من يكون ان شاء الله تسالي البطوله وطنيه، غادي نحاولوا تنقلب على مستشيرين، وبطبيعه الحال الجميع مرحب بها على راسي وعيني. هي الاولى اللي غادي تكون ان شاء الله هذا الشهر تحاول تشرفنا ان شاء الله في الصيف. غادي نحاولوا نديروا واحد الدوره ثانيه وما تكونش هذه يعني تكون دورات، نحاولوا نقلبوا على مستشيرين اللي يرفعوا شويه من الايقاع ديال الجوائز اللي هما اللي غادي يخليوك يحفزوك باش اللاعبين يجيو يشاركوا. ميرسي اسامه. غادي نطلب منك نصيحه للاعبين اللي مازالين تيمارسوا كره السله سواء في ليكسيلونس او بروميير ديفيزيون، ولكن ما تيفكروش شنو يديروا مورا الاعتزال ديالهم هذا الميدان. حيتاش كما تنعرفوا اللاعب عنده واحد الكارير ديال 35 سنه، ما المهم المعدل ديال 35 سنه هذه يسالي الكارير، شنو موراه؟ وصراحه اول حاجه ونهضر على راسي بعدا، انا من ساليت مازال اسامه محمد حجيره هو نفس الشخص اللي كان تيدرب. مازال كنتريني 2 مرات في النهار، بارفوا مازال كنتريني، الا ما ترينيش نتريني حصه في النهار. يعني خصك تكون رياضي قبل انك ماشي كنتي كتزاول باش يعني باش تخلص ولا شي حاجه، كتزاول لانك اول حاجه كرياضي، لا رياضي لصحتك ورياضي للثقافه ديالك وكل شيء. كنصح الشباب على انه كل واحد خصو قبل ما تكون تنتمي لشي كلوب خصك يكون عن بروفيل، انت تكون انت بروفيل لراسك. يعني تحاول تكون رياضي، تحافظ على اللياقه ديالك البدنيه بالتمارين، الاكل مزيان، النوم، الصلاه، الاخلاق ديالك. يعني هادو مواصفات كلهم. كاينين شي لعابه اللي دازوا مع احتراماتي ليهم في البطوله اللي كان عندهم بوتونسيال مزيان ولما اخلاقيا ما كانوش. يعني تفهم فرقه كتبغي تريكريتي شي لاعب الا ما كان واخا عندك الرياضه، عندك الكومبيتونس وما اخلاقيا ما كنتيش مزيان، يعني ما ولا جمعتي بهم بجوج غادي يكونوا احسن. ولهذا نصيحتي للشباب على انه خدم انديفيديالمون، خدم راسك، وجه راسك، انت خدم راسك باش تقدر اولا الا خدمتي راسك تعاون ذاك الفريق اللي انت كتنتمي ليه. بعدا سورتو فيزيكمون خص الناس، لان لو باسكيت دابا مودرن. الا حضرتي دابا البال سا جو فيزيكمون بزاف، واحد النيفو اللي هو فيزيك اللي هو طالع. الوغ شاكان كونساي ديالي شاكان دو فو، انا ملي كنت نسالي الصيف كناخذ واحد السيمانه ولا دي جوغ دو روبون وجو كومونس. ضروري خاص تخدم الدراري اللي عندهم ليكسبيريونس ولا راه كيلعبوا في لي نيفو اكسيلونس ولا في ليكيب ناسيونال ولا كيعرفوا شنو خصهم يديروا، مرحبا. لا ماجوريتي اللي ما تعرفش يتوجه المدرب ولا شي شخص اللي كيعرفو اللي يقدر يوجهه ولا يقدر يخدم معاه، لانه الا ما خدمتيش في هذه الفتره ديال الاستراحه ديال الصيف ما تقدرش ايفوليا، ما تقدرش تواكب، ما تقدرش توصل للطموح اللي هو عنده. اي واحد يقدر يطمح يلعب في خصو يكون عنده الطموح ديالو كبير. لماذا يقول علاش ما يمشيش لين بي؟ يا خوينا ما خص المثابره وخص العمل وكل شيء بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. باغلون على لابال، واش هذه اول تجربه لكم هذا العام ولا ديجا حضرتوا معنا ذاك العام؟ وكيفاش لقيتي الاجواء هذا العام؟ العام اللي فات الصراحه كانت عندي شي ظروف ما قدرتش. اليوم حضرت لهنا واحد الدوره تكوينيه داروها الناس اللي مسؤولين على البال، تنشكرهم بهذه المناسبه. حضرت اليوم يعني بداو بنا البارح، واليوم يعني صراحه كنستافدوا داك الشيء اللي عندنا في التجربه، كتحاول تضيف داك الشيء اللي هما هو جديد، لان كره السله كتغير. يعني صراحه داك الشيء اللي خدينا في هاد اليومين كان جميل. ومن حضرت الاجواء هنا يعني بصراحه حدك كتحط رجليك على رقعه الملعب كتحس راسك في واحد العالم اخر. نقدر نقول لك الاجواء ديال الان بي اي. تنتمنى ان كره السله كرياضه ثانيه في المغرب تلقى تاخذ داك الشيء اللي تستحقها. يعني كاين البوتونسيال، كاينين اللعابه، كاين الشغف، كاين اللاعبين اللي هما يعني كيجيو الفرق. تنتمنى تكون واحد النهضه ديال كره السله، نتمناوها تكون، لانه صراحه كنشوف جاي واحد الجيل جديد ديال التحكيم. كنشوف جايين واحد الشباب يعني اللي برزوا في التحكيم، راهم تيشاركوا دابا افريقيا، كاين في التدريب، كاين الناس اللي ناضت كريات دي زاكاديميز يعني تا هما
يعني هذا الشيء ما يزيد مثلا تنظن انه غادي يزيد بكره السله للقدام. دابا وصلنا لهذيك لافاز فين انت لاعب كره السله، مدرب او لا جزء من المنظومه تتفتخر بها، وكل واحد فينا من هذه المنظومه هو منوط انه يكون امباسادور لهذا السبور، ويجيب دي براتيكون اكثر باش نزيدو نكبروا الكولتور ونزيدو نكبروا هاد لا باز ديال هاد السبور في المغرب. افكتيفمون خويا عبد الله الهضره ديالك على راسي وعيني، هضره منطقيه في محلها. مي انا واحد الفكره اللي هي عندي كو انا بصفتي كنت لعاب في مريف فاسي ولا عندي كونتاكت مع بزاف ديال الفرق ولا في الساحه الوطنيه. كاين دابا كره السله خاصها تمشي للاحتراف. علاش نقول لك واحد النقطه؟ كاين تصيب دابا اقبال شغف ديال اللعابه، تيجي يبدا معاك المينيم كادي جونيور كياخذ الباك ديالو، فيو انه مازال ما وصلناش للاحتراف، فيو انه مازال ما عندناش واحد كما تنقولوا يقدر ان جوور دو باسكيت يضمن المستقبل ديالو. مثلا يقول مثلا انا عندي كمثلا عندي ولدي نقول يعني فوالا يقدر ندير له واحد التوجيه ديال كره السله كرياضي يمشي بروفيسيونيل. يعني بصراحه مازال هنا في المغرب كره السله تتعاني في هذا المنطق. يعني انت كان عندك الوليد ديالك يوصل الباك غتشوف له التوجيه مزيان تقول له سير قرا على برا، الو غتضيع في واحد الشباب اوليو دافواغ واحد ال 20 جونيور اللي كانوا عندك يقدر يبقاو لك جوج ولا ثلاثه. الماجوريتي مشات تبع قرايته، لان باغ كونتر كره السله ما غاديش تيقول له ولدي انت كتشوف الباسكيت ما غاديش يعطيك شي مستقبل اللي هو يعني تنتمنى تكون واحد كما قلت لك الصحوه ونوضوا بهذه الرياضه للاحتراف باش ما يبقالناش هذا العزوف اللي تيكون. فاش دوينا على نهضه كره السله هضرنا على البيرسبكتيف ديال الممارسين ديالها والشأن ديال كره السله كيفاش تيحسوا بها. وفعلا الهضره اللي قلتي راك على صواب. شنو هي النصيحه اللي تبغي تقول للوالدين والابناء كذلك المقبلين على امتحانات البكالوريا او لا في هذه المرحله هذه اللي هضرتي عليها انت بالضبط ديال البوست بكالوريا، واش غادي يمشيو في الباسكيت ولا غادي يمشيو في دراستهم او لا يوافقوا بهم يوافقوا بيناتهم؟ الانسان يقدر يزاول القرايه ديالو في نفس الوقت داك الشغف ديالو باش يكون، لانه الرياضي الا ما كانش مثقف ما غاديش يكتمل. ما اول النصيحه اللي غادي تقدر حتى انا دابا كمدرب عندي في فريق افران كيتعذر علينا التدريب لانه الاغلبيه كيقراو في الاخوين في الجامعات. يعني كيصعب واش تقدر تقول له انت ما تقراش يجي تريني، ما يمكنش. راه القرايه ديالو هي الاولى. باغ كونت غادي يجي. نتمنى انه مستقبلا نفكروا مزيان في هذا الشباب ونحاولوا نوفروا لهم الدراسه والرياضه في نفس الوقت. فعلا شكرا جزيلا على الباساج ديالكم السي اسامه حجيره، السي محمد اسامه حجيره، ونشوفوا عما قريب في شي حلقه جديده وضيف جديد. شكرا جزيلا. حفظك شكرا بزاف. شكرا بزاف على الباس.